صلاح اتفضل. باختصار شديد بس عاوز اراجع او لا مش باختصار، لا عايزين انت كنت شرحت فكره لنا فكره حمدي بيه للخصخصه. القرار دوت انت حضرتك سالت ايه سبب اصداره؟ ايوه قرار حوافز الاستثمار اللي هو 8 لسنه 97 ده تم اصداره اثناء حكومه الدكتور الجنزوري، فهو حافظه. فلما يجي يعمل تعديل عليه دلوقتي هو من وجهه نظره انه بيصلح حاجه كويسه كانت في القانون، هذا يهيأ لي يعني معلش حضرتك اسمح لي ان انا اتكلم لان الدكتور الجنزوري مش لا هو مش بقول لحضرتك والله ما كان احمد نظيف يقدر يعمله. معلش والله ما كان يقدر يعمله. الدكتور الجنزوري مش موجود، لكن قد يكون من هذه المعلومات انه بيحاول تشجيع المستثمر. دي حاجه الثانيه ما انا هقول لحضرتك بس في فساد قطاع الاعمال اللي موجود كان في سببين اساسيين. قلت لحضرتك لما جه الدكتور كمال الجنزوري في 14 يناير اصدر القرار بايجاد لجنه موجوده لبيع 134 شركه. اقتصاد مصر اثناء فتره الدكتور عاطف صدقي والجنزوري وعاطف عبيد الثلاثه دولت اللي هي تعتبر من سبتمبر 87 لحد 14 يناير 2004 14/7/2004 لبدايه تولي احمد نظيف. اقتصاد مصر في المنطقه دي كان اقتصاد ريعي، اللي هو نرجع بقى لعمليه التسقيع. فلان خد له حته ارض وسقعها، فلان جاب له منجمين خلاهم كده على جنب وسقعهم عشان نيجي قدام نبيعهم ونكسب منهم. فلان خد في البورصه طبعا، فلان في البورصه يطلع اشاعه علشان سعر الراس مالي لقيمه السهم يعلو وكذا. مصر تم تقييم عن طريق اكبر شركه في العالم شركه برايس ووتر هاوس، تم تقييم جميع شركات مصر القطاع العام ال 425 شركه اللي موجودين، ثمنهم اللي تم بيهم سنه 93 باتعاب مستقطعه من المعونه الامريكيه لمصر لهذه الشركه ب 2.3 تريليون جنيه مصري. 2.3 تريليون جنيه مصري. خلال الفترة ديت لحد نهاية أحمد نظيف ووزارة الدكتور أحمد نظيف اللي هي في 30 يناير 2011 تم بيع ما يقارب من 52% من قيمة شركات مصر بالعدد، انما كقيمه شركات مصر هم يعتبروا زي ما بيقولوا كده وش القفص. ال 52% دولت من الشركات اللي هم كانوا مقيمين ب 2.3 تريليون او 2300 مليار جنيه مصري اياميها في 93. خد بال حضرتك الثمن ده في 93، فلو حسبناه النهارده بيزيد بالقيمه السوقيه ليه تقريبا. هنقول دولت اتباعوا بكام؟ ب 34 مليار جنيه مصري. ال 52% اللي يعتبر كان ثمنهم يفوق ال 1.7 تريليون جنيه اي 1700 مليار اتباع ب 34 مليار جنيه مصري. دخل منهم الخزانه المصريه قد ايه؟ 13 مليار جنيه مصري. طب الباقي يسددوا مديونيات موجوده على هذه الشركات، يدوا معاش مبكر للعاملين اللي موجودين علشان يخلصوا. طب انا بدي معاش مبكر ليه للناس اذا كانت انا مفروض بقوم ببيع هذه الشركات ليه؟ قلنا والله الاداره تماما، قلنا الاداره غير رشيده، الاداره فيها اهمال وخلافه. المفروض زي ما الاستاذ خالد قال ان عقد البيع اللي يكون موجود يحافظ على العماله اللي موجوده، يقوم بتدريب وتطوير العماله ويبقى في مبلغ يتم ليه، ممنوع بيع الاراضي اللي موجوده فيها. اللي حصل في خلاف ذلك ان طبعا ما كانش القانون حاطط انا ببيع كاني ببيع العربيه بتاعتي فانا مش فارقه معايا. حاطط فمعظم الشركات اللي تم بيعها تم استغلال، هو الراجل بيشتريها اولا بقول لحضرتك ما قيمته 3.2 تريليون جنيه 3200 مليار، اتباع 52% منه ب 34 مليار جنيه بس. يا خبر ابيض. تمام. اللي دخل خزانه الدوله 13 مليار. من ضمن الحاجه شركه المراجل البخاريه كان في مستثمر جاي يشتريها ايام عاطف عبيد ما كان وزير قطاع الاعمال وعبد الوهاب الحباك رئيس الشركه القابضه، جاي يشتريها ب 62 مليون دولار. اتباعت ب 17 مليون جنيه. مش دولار. لا اللي اتباعت ب 17 مليون جنيه. اللي جاي يشتريها جاي يشتري ب 62 مليون دولار. يعني اتباعت ب 3 مليون دولار مثلا بالظبط. السؤال بقى لا يعني انا برضو من الناس اللي هي بتجنح للخير. اقول وماله لو هيبيعها
والراجل ده جاي يعمل عماله ويفتح فروع اخرى ويكبر وينمي زي الفل. ودي كانت الشركه الوحيده في الشرق الاوسط اللي الاتحاد السوفيتي كان بانيها مع مصر، لانها بتقوم بالحلل البخاريه جزء من الطاقه النوويه اللي احنا هنستخدمها عليها. السؤال بقى هنا، انا بعتها بقول لحضرتك يمكن الراجل جاي يطور، هيخلي الناس العماله اللي فيها كلهم في مصف الدكتور احمد زويل، وماله نبيع له ب3 وبارسال كمان. انما السؤال، هو شال المكن خط الانتاج ده باعه حديد خرده، وقام المباني اللي عاملها دي مباني في منيل شيحه موجوده، يعني جزء على النيل، قام عاملها فيلل ومقسمها وروق نفسه وابراج، والناس كلها زي الفل وزي الالماس.